طلب الاستجابة الدعاء والغفران الذنوب والشفاء المرضى وقضاء الحوائج بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن وفاز من لجأ إليكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وقد قربت ليالي الحزن منا بها يقضي أمير مؤمنين ليال أسفل الدمع اليتامى غدوا حيرا عليه وهائمين. تذكرنا بزينب حين نادت لأجلك يا علي زمان بكينا تمهلنا تفارقنا فإنا يا بلا عين نظل ولا يا سفينة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال محمد بن الحنفية: بتنا ليلة 20 من شهر رمضان مع أبي وقد نزل السم إلى قدميه، وكان يصلي تلك الليلة بالجلوس ولم يزل يوصينا بوصاياه ويعزينا عن نفسه ويخبرنا بأمره إلى حين طلوع الفجر. فلما أصبح استأذن الناس عليه فأذن لهم بالدخول، فدخلوا عليه وأقبلوا يسلمون وهو يرد عليهم السلام. ثم قال: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. فبكى الناس عند ذلك بكاء وأشفقوا أن يسألوه تخفيفا عنه. فقام حجر بن علي الطائي وأنشد أبياتا قال فيها: فوا أسفي على المولى التقي أبي الأطهار حيدرة الزكي. فلما سمع الإمام شعره قال له: كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ فما عساك أن تقول؟ فقال حجر: والله يا أمير المؤمنين لو قطعت بالسيف إربا وأضرمت لي النار وألقيت فيها لآثرت ذلك على البراءة منه. فقال: وفقت لكل خير يا حجر، وجزاك الله خيرا عن أهل بيت نبيك صلى الله عليه وآله. يقول الأصبغ بن نباتة: جئنا مع جماعة من أصحاب إمامنا أمير المؤمنين وجلسنا على باب دار الإمام ونحن نبكي، فخرج إلينا الإمام الحسن وقال: يقول أمير المؤمنين: انصرفوا إلى منازلكم. فانصرف الناس إلى
على أمير المؤمنين فإذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف يده واصفر وجهه، ما أدري وجهه أشد صفرة أم العمامة، فقبلته وبكيت فقال لي لا تبكي يا أصبغ فإنها والله الجنة. فقلت له جعلت فداك إني أعلم والله إنك تصير إلى الجنة، وإنما أبكي لفقدي إياك يا أمير المؤمنين. فقال لي يا أصبغ إني أتيت رسول الله عائدا كما جئت الساعة، فقال يا أبا الحسن اخرج فنادي في الناس الصلاة جامعة، واصعد المنبر وقم دون مقامي وقل للناس ألا من عق والديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق عن مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه. يا أصبغ ثم أخذ بيدي وقال ابسط يدك، فبسطت يدي فتناول إصبعا من أصابع يدي وقال يا أصبغ كذا تناول رسول الله إصبعا من أصابع يدي كما تناولت أصبعا من أصابع يدي. ثم قال يا أبا الحسن ألا وإني وأنت أبوا هذه الأمة، فمن عقنا فلعنة الله عليه، ألا وإني وأنت أولياء هذه الأمة، من أبق عنا لعنة الله عليه، ألا وإني وأنت أجيرا هذه الأمة، فمن ظلمنا أجرنا فلعنة الله عليه. ثم قال آمين، فقلت آمين. قال الأصبغ ثم أغمي على الإمام فأفاق وقال لي أقاعد أنت يا أصبغ؟ قال يا أصبغ لقيني رسول الله في بعض طرقات المدينة وأنا مغموم قد تبين الغم في وجهي، فقال يا أبا الحسن أراك مغموما، ألا أحدثك بحديث لا تغتم بعده أبدا؟ قلت نعم. قال إذا كان يوم القيامة نصب الله منبرا يعلو منابر النبيين والشهداء، ثم يأمرني الله أن أصعد فوقه، ثم يأمرك الله أن تصعد دوني، ثم يأمر الله ملكي فيجلسان دونك، فإذا استقللنا على المنبر لا يبقى أحد من الأولين والآخرين إلا حضر فينادي الملك الذي دونك معاشر الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا رضوان خازن الجنان. ألا إن الله بمنه وكرمه وفضله وجلاله أمرني أن أدفع مفاتيح الجنة إلى محمد، وأن محمدا أمرني أن أدفعها إلى علي بن أبي طالب، فاشهدوا لي عليه. ثم يقوم الذي تحت ذلك الملك مناديا يسمعه أهل الموقف معاشر الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا مالك خازن النيران. ألا إن الله بمنه وكرمه وفضله وجلاله قد أمرني أن أدفع مفاتيح النار إلى محمد، وأن محمدا أمرني أن أدفعها إلى علي بن أبي طالب، فاشهدوا لي عليه. فآخذ مفاتيح الجنان والنيران يا علي
وأهل بيتك يأخذون بحجتك وشيعتك يأخذون بحجة أهل بيتك. قال الإمام: وإلى الجنة يا رسول الله؟ قال: لي ورب الكعبة. ثم نظر الإمام إلى جميع أولاده فرآهم تكاد أنفسهم تزهق من النوح والبكاء، فجرت دموعه على خديه ممزوجة بدمه، فقال: أتبكيان علي؟ أما أنت يا أبا محمد فستقتل مظلوما مسموما مضطهدا، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة، وسوف تذبح ذبح الشاة من قفاك وترد أعضاؤك بحوافر الخيل، ويطاف برأسك في مماليك بني أمية، وحريم رسول الله تسبى، وإن لي وله موقفا يوم القيامة. ففي هذه الأثناء ثقل آل الإمام عليه السلام وأدخلوا عليه البنات والنساء، فرمت بأنفسهن على أمير المؤمنين باكيات صارخات استشعرن اليوم. هنا زينب نظرت إلى أمير المؤمنين
نادى وقد ملأ المواني صيحة صنف الصخور لهولها تتألم. اللهم إنا نسألك وندعوك بحرمة أمير المؤمنين عليك يا الله. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحاجة مقضية ومريض مشافى. الإخوة الحاضرين والمؤسسين، اللهم تقبل أعمالهم جميعا. اللهم وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم، ارحم أمواتهم. اللهم احفظ علماءنا وارحم شهداءنا وانصر مجاهدينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والساعين إليه في قضاء حوائجه بوجه الله وشرف النبي والأئمة الطيبين الطاهرين. أموات الحاضرين والمؤسسين أجمعين إلى من مات على الولاية والإيمان، أرواح العلماء والسادات والشهداء والصديقين أجمعين، بالأخص إلى روح المرحوم الحاج هشام. بلغ اللهم ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة ثلاثا بأعلى أصواتكم على